مولود قاسم نايت بالقاسم رحمة الله عليه الله يرحمه فعلا أقام ملتقى الفكر الإسلامي بوارجلان ورجلة، لأن وارجلان كانت إحدى الولايات التابعة شوف وارجلان وين وتهرت. نعم. أقام هذا الملتقى وسماه منسيين لستم يا بني رستم، لأنه لاحظ أن التاريخ الرستمي كأنه تونسية، فأراد أن يقول أنا سوف أبرز تاريخكم. وبالفعل ملتقى كله عن محاضرات، العلاقات مع الأندلس، العلاقات مع المشرق، من هم الأئمة، من هم العلماء، من هم يعني ملتقى رائع. يعني لما تروح الملتقى 11 للفكر الإسلامي، ماذا قال في الاستقلال لما كانت اتفاقيات إيفيان على قدم وساق؟ فرنسا خرجت ما يسمى ب ما يسمى بفصل الصحراء. الصحراء ليست لكم، الجزائر بشمالها، أما الصحراء فهي ليست لكم. متى كانت الصحراء تابعة لدولة من دول الجزائر؟ الشيخ مولود قاسم اتصل به المفاوضون، جيب لنا أسرع، جيب لنا ما وين. فأجابهم بأن الدولة الرستمية التي بدأت سنة 777 هذه الدولة كانت إحدى ولاياتها في ورجلان وهو الجنوب، وكان لها علاقات مع مالي والنيجر وتشاد وما يسمى بالسودان الغربي والسودان الأوسط، وعلاقات تجارية، بل هناك حتى سفارة في عهد الإمام أفلح، كان سفارة من الدولة يعني من العاصمة إلى مالي، يعني سفير يسمى ابن محمد بن عرفة. فهذه تدل على أن الدولة الرستمية كان لها امتداد في الصحراء، فسقط في أيدي الفرنسيين. قالوا روح ارجعوا لقوطي، قوطي يقول هذا الكلام ما تقراوش. فرجعوا فوجدوا مثل هذا الكلام. إذن كأن الدولة الرستمية أعطت الامتداد الجنوبي، امتداد الصحراوي للجزائر الحديثة. الله يبارك فيك.